النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. باب حسن الخلق. قال: حدثنا أبو قال: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. قوله رحمه الله: باب حسن الخلق، فيه منزلة حسن الخلق ومكانته وما ورد في فضله من الأحاديث العظيمة الدالة على عظيم مكانته وعظيم ثوابه عند الله وثقله في الميزان ومعدنها. فالقلب إذا طاب وزكى طابت النفس بالأخلاق الفاضلة والآداب الرفيعة، وإذا فسد القلب فسدت أخلاق مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا فيه بيان الفضيلة العظمى والمكانة العليا لحسن الخلق، وأن له ثقلا في الميزان. والميزان هو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة، له كفتان: كفة توضع فيها حسنات العبد، وكفة توضع فيها سيئاته. وقد دلت النصوص على أن العامل نفسه يوزن، وكذلك توزن أعماله. أما وزن العامل فقد مر حديث ثقل رجل ابن مسعود رضي الله عنه في الميزان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد. فهذا دليل على أن العامل يوزن. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، أيضا توزن. قد سبقت الإشارة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أفلك عذر؟ فقال: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. إذن فالأعمال توزن، والعاملون يوزنون، وصحائف الأعمال توزن، وذلك بميزان حقيقي ينصب يوم القيامة. قال الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قوله: ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا فيه ثقل حسن الخلق في الميزان، ففيه بيان لفضيلة الأخلاق ومكانتها العالية. هذا الحديث والأحاديث الدالة على ثقل التوحيد في الميزان، لأن هذا باعتبار الأعمال وصفات القلوب وأعمالها،
وأما التوحيد فهو الأمر الذي عليه قيام الدين حتى الأخلاق. لذا فلو وجد من الإنسان أخلاق فاضلة بلا توحيد فإنه لا ينتفع بها يوم القيامة، لأن التوحيد هو الذي يصحح الأعمال وبه تقبل، فالأعمال والأخلاق لا تقبل إلا بالتوحيد. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تبارك وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. قوله رضي الله عنه: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، الفاحش أي ذو الفحش في أقواله وأفعاله، فالفحش يكون بالأقوال ويكون بالأفعال، بأن يأتي بالأقوال السيئة البذيئة القبيحة أو يأتي بالأفعال السيئة القبيحة. قوله ولا متفحشا، المتفحش زائد عليه، فهو الذي يتكلف الفحش ويتقصده ويتعمده ويطلبه. قد برأ الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ونزهه من ذلك، ولذا لم يرى عليه صلى الله عليه وسلم أي شيء من هذه الأخلاق. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا أخلاقه وحسنت آدابه علت منزلته عند الله. وفيه تنبيه إلى أن الأخلاق على قسمين: أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، وخيار الناس أحاسنهم أخلاقا. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثنا الهاد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. قال: أحسنكم خلقا. قوله صلى الله عليه وسلم: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، هذه طريقة متكررة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيها تشويق للسامعين وتهيئة لنفوسهم. قوله فسكت القوم، فأعادها مرتين أو ثلاثا. قال القوم: نعم يا رسول الله. وسكوتهم أولا كأنهم يظنون أنه سمع، أي أخبرنا يا رسول الله. وهذا فيه مراعاتهم للأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والأناة في سماع حديثه عليه الصلاة والسلام. قوله أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أي من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدخل فيه من كان حسن الخلق من غير أتباعه عليه الصلاة والسلام، لأن القبول للأخلاق الفاضلة لا بد فيه من شرطي قبول الأعمال، وهما الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن مخلصا للمعبود ولم يكن متبعا للرسول